عليكم ورحمة الله. الليلة قصتنا عن السوداني الذي حكم شيلي، أغرب شخصية سودانية عبر التاريخ. من هو هذا الشخص؟ استمع معي وتابع. هذا الشخص هو المتهم الأول في اغتيال السير ليستاك حاكم عام السودان سنة 1924. هاجر إلى الخليج وصادق كل من الملك عبد العزيز آل سعود وكل من السياسيين والعرب والشاميين، وأصبح صديق حميم جدا للشريف حسين. هذا الشخص جمعته صداقة قوية بجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة، وهاجروا سويا لأمريكا اللاتينية. وعند وصوله البرازيل كانت هناك مظاهرات بسقوط الحكومة وضرب نار، فأنقذ بالصدفة رجل اسمه براندريس الذي اتضح بعد ذلك إنه من حكام البرازيل في ريو وأصبح صديقه. غدا فترة في تشيلي وقابل بعض من البرازيليين والأصدقاء القدامى، ولمعرفة البرازيليين بدبلوماسيته عينه رئيس البرازيل سفيرا للبرازيل في تشيلي، ولثقة التشيليين في مشاركته في الثورة في فترة الفراغ السياسي عين رئيسا لفترة 9 أيام كأول رئيس أجنبي يحكم في دولة أخرى في فترة وجيزة في تاريخ الدول. عاد بعد فترة إلى السودان وصنف من أكثر المطلوبين والجاري مراقبتهم في العالم. ففي طريق عودته إلى السودان التقى بالثوار الجزائريين وشارك في ثورة المليون شهيد ضد الاحتلال الفرنسي. عاد للسودان ثم شاءت الظروف أن ينفى إلى أوروبا، حيث فضل ألمانيا. له قصص في ألمانيا فرمته الدنيا أمام هتلر فأصبح من أعز أصدقائه، وعمل بالحزب النازي وذكر في كم من هائل من الكتب النازية، وكان من المخططين الدبلوماسيين المكروهين جدا من أمريكا قبل الحرب العالمية الثانية. أتت الحروب العالمية الثانية فهرب إلى الأرجنتين، فربطته الظروف بتشي جيفارا المناضل المعروف، وأصبح من أعز الأصدقاء. وليس هذا فقط، هاجر إلى أوروبا بعد انتهاء عهد الحروب والحروب الباردة، وعمل كأول كاتب لعدة صحف من عدة دول في العالم، وكان يكتب لأكثر من صحيفة ومن أكثر من دولة لإجادته تقريبا جميع اللغات الرئيسية في العالم. ثم أتى إلى السودان وعينه الزعيم الأزهري بقسم البروتوكول في وزارة الخارجية الذي هو مؤسسه، واستقر في السودان وكتب كتاب عن الدبلوماسية والبروتوكولية يعتمد عليه في تأسيس أغلبية دول العالم وأفريقيا، حيث يذكر حضور رئيس غانا اللي هو الرئيس نكروما، وأخذ الكتاب واعتمده في تأسيس علاقاته الخارجية. توفي سنة 1985 في حي العمارات بالخرطوم. هذا الشخص اسمه أحمد حسن مطر من مواليد أم درمان في العام 1904. كان أغرب شخصية سودانية في هذا العالم، وهذا الكلام موثق لدى ويكليس وويكيبيديا، وذكره جبران خليل جبران، ومذكور في كل من مذكرات هتلر وجيفارا. اسمه موجود في تلك الكتب المذكرات، وتعترف به تشيلي من أوائل رؤسائها والجزائر من محرريها. سيرة حياته موجودة في كتاب اسمه سندباد من السودان، موجود ب11 لغة. هل سمعت بهذا الشخص من قبل؟ أنتظر تعليقاتكم.